بوابة الدفع أو البيمنت جيت واي أكبر مشكلة بتقابل أي حد عايز يبدأ في الدروب شيبينج أو في التجارة الإلكترونية عموما. واللي مش عارف إيه هي بوابة الدفع، هي ببساطة البوابة اللي من خلالها يقدر المشتري إنه يدفع لك على متجرك باستخدام الكريدت كارد أو طرق دفع كتير. وعشان يقدر يعمل كده لازم يبقى فيه وسيط آمن يحول الفلوس من الكارت بتاعه أو من حسابه لحسابك، وده دور بوابة الدفع. وأشهر بوابة دفع هي سترايب. وعشان تقدر تضيف في متجرك بوابة دفع زي سترايب لازم يكون عندك شركة، وطبعا سترايب ما بتدعمش معظم الدول العربية، فتضطر انك تأسس شركة أمريكية أو بريطانية. ده غير ان دي تكلفة زيادة عليك. عندك كمان اشتراك شوبيفاي نفسه، غير بقى الجزء الأكبر وهو تكلفة الإعلانات، لأن انت من غير إعلانات محدش هيشوف المتجر بتاعك ومحدش هيشتري منك. امال ايه بقى الحل اللي هيحل لك كل المشاكل دي؟ فهو ببساطة اننا مش هنبيع على شوبيفاي. طيب ايه البديل؟ البديل موقع ايباي هيخليك تقدر تبدأ في الدروب شيبينج من غير كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها دي. موقع ايباي عندهم بوابة الدفع الخاصة بيهم، يعني من الآخر مش هتحتاج انك تدخل في مشاكل تأسيس شركات سواء أمريكية أو بريطانية أو كل الكلام ده. بمجرد ما تفتح حساب على ايباي وتبدأ تعرض منتجاتك، المشتري هيقدر يدفع لك تمن المنتجات بتاعتك من خلال بوابة الدفع الخاصة بإيباي. كل اللي عليك أو كل اللي انت محتاجه عشان تفتح حساب على ايباي ان يكون عندك حساب على بايونير. ولو مش عارف ايه بايونير، ده بنك إلكتروني بيديك حساب بنكي أمريكي وفي كذا دولة تاني بكذا عملة، تقدر تستخدمه انك تستلم عليه أرباحك من أي حتة في العالم. وعشان تفتح حساب على بايونير كل اللي انت محتاجه ان يكون عندك حساب بنكي محلي في دولتك. يعني مثلا لو انت من مصر تقدر تفتح حساب توفير في أي بنك. كل اللي انت هتحتاجه رقم الحساب الدولي بتاع الحساب، اسمه الايبان، هو ده اللي هتحتاجه عشان تربطه بحساب بايونير. لو مش عارف ازاي تفتح حساب بايونير، احنا عملنا قبل كده فيديو بالتفصيل بيشرح خطوات فتح الحساب، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. ايباي مش بس هيحل لك مشكله بوابات الدفع، ده كمان هيحل لك مشكله راس المال لو عندك مشكله في راس المال، لانك ببساطه مش هتحتاج تدفع كل المصاريف اللي كنت هتدفعها لو هتبيع على شوبيفاي، لانك مثلا هتحتاج تاسس شركه وكمان اشتراك شوبيفاي، غير بقى التكلفه الاكبر تكلفه الاعلانات، لأن ايباي ببساطة بيدخلوا ملايين الزوار يوميا، وده هيضمن لك إن منتجاتك هتتباع من غير ما تدفع جنيه واحد على الإعلانات. طيب نسأل بقى سؤال مهم، هل البيع على ايباي ممكن يوصلك لنتائج زي اللي انت متوقعها من شوبيفاي؟ يعني انت طبعا أكيد سمعت من ناس على اليوتيوب عمل كام ألف دولار في 24 ساعة والكلام ده. هل ايباي ممكن يوصلك لنتائج زي دي؟ الإجابة أنا بشتغل على ايباي من 2017، وأقدر أقول لك إن ايباي مجزي جدا، وخصوصا في المناسبات، لأن في مناسبات معينة المبيعات فيها بتزيد جدا لدرجة ممكن تعدي مبيعات السنة كلها. وأهم المناسبات دي الهالوين والبلاك فرايداي والكريسماس والفالنتاين، وفي طبعا مناسبات تانية كتير، بس دول من أكتر المناسبات اللي المبيعات فيها بتتضاعف جدا. ولو عايز تعرف أكتر عن أهم المناسبات اللي ممكن فيها المبيعات تزيد، احنا بنتكلم عن الموضوع ده على جروب الفيسبوك، وفي محتوى خاص بالجروب هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. وأهم حاجة عشان تعمل أرباح كويسة على ايباي، لازم تختار المنتج الصح اللي عليه طلب ويجيب لك مبيعات كتير. وعشان تعرف تختار المنتج ده، احنا هنعمل فيديو بيتكلم عن البرودكت ريسيرش وكل الادوات اللي بنستخدمها عشان نوصل للمنتجات الرابحة، فما تنساش تشترك في القناة عشان تتابع كل سلسلة ايباي. طيب حاجة تاني، هل الدروب شيبينج على ايباي مسموح؟ هل هو بشكل قانوني يعني مسموح، ولا احنا هنعمله في تحايل على ايباي؟ الإجابة إنه مسموح على ايباي، وايباي عندها حاجة اسمها دروب شيبينج بوليسي بتقولك إن الدروب شيبينج على ايباي مسموح بشرط إنك تضمن للعميل وصول المنتج بسلام وفي ميعاده. غير كده هما ما يفرقش معاهم حاجة، هما سامحين بالدروب شيبينج، بس بشرط إن العميل ما يشتكيش من إن المنتج اتأخر أو فيه مشاكل. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض أمثلة للناس بتعمل دروب شيبينج على ايباي، ونشوف بيجيبوا المنتجات منين ويعرضوها بكام وكده يعني. طيب أنا عملت سيرش سريع كده على ايباي وعلي اكسبريس علشان نشوف الناس اللي بتعمل دروب شيبينج على ايباي
هل فعلا بيجيبوا مبيعات؟ وهل بيقدروا يحطوا هامش ربح كويس؟ فلو جينا مثلا للمثال ده هنلاقي المنتج ده بيتباع ب$12، اتباع 51 مرة. تمام. طبعا في ناس تانية عارضة البرودكت ده وممكن يكونوا عاملين مبيعات أكتر أو بأسعار مختلفة، بس يعني إيه، ده كان سيرش عشوائي كده. لو جينا بقى لعلي اكسبريس عشان نشوف المنتج ده الباع بيجيبه بكام، هنلاقي مثلا أسعار زي $3، $6، $2. من $12 لأ فيه هامش ربح كويس. نيجي مثلا لمثال تاني، خاتم زي ده عامل 12 استرليني، هنلاقي بقى على علي اكسبريس هنلاقي هنا برضو بأسعار زي $5 ودولار وحاجات كده. طبعا كل ما ندور أكتر هنلاقي أسعار أكتر. منتج تاني عامل $22 هنلاقيه على علي اكسبريس عامل $6. فاللي عايز أوصله لك من الفكرة دي إن الدروب شيبينج على اي باي شغال كويس، بس أنت محتاج تعمل ريسيرش كويس علشان تقدر تجيب منتجات تقدر تزود عليها هامش ربح كويس وكمان تكون مطلوبة جدا. طيب نيجي بقى للخلاصة اللي عايز أوصلها لك من الفيديو ده. الخلاصة إن البيع على اي باي وبالأخص الدروب شيبينج على اي باي هو بيزنس قوي جدا وتقدر تعتمد عليه لو اهتميت بيه وتفاديت الأخطاء اللي ممكن تعطلك أو تسبب إن الحساب بتاعك يتقفل. لو مهتم بالبيع على اي باي والدروب شيبينج ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، وهسيب لك لينك الجروب في الديسكريبشن.